نستمتع إن شاء الله بكلماته الرنانة في أكثر من مكان. الدكتور أسامة جعفر يتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. أستأذن السادة الحضور أولا للجلوس. أستأذن السيد الفاضل يقعد اللي ورا. الهدوء يا جماعة وعايزين نقعد بعد إذنكم ويا ريت أولا أنا جئت اليوم من القاهرة لأخاطب السادة أولياء الأمور. يعني أنا لم أجئ لمخاطبة الشباب رغم أن هم الفئة المستهدفة، وإنما جئت لمخاطبة أولياء الأمور. لماذا؟ لأن ولي الأمر هو اللي مسؤول عن ابنه أو بنته في المنزل. فطبعا الشيء الطبيعي إننا لابد كلنا بنحب ولادنا أكتر من نفسينا، وما دام بنحب ولادنا أكتر من نفسينا لابد نخاف عليهم. طب أنا أخاف عليه إزاي؟ أخطر واحد يضر ابني هو صديقه. مش هيجي واحد غريب ويندهله ويشاور له ويقول له تعالى نفسدك أبدا، وإنما من يريد أن يفسد ولدي هو صديق ولدي. لازم نبقى عارفين هذه النقطة أولا. ثانيا، التاجر عندما يريد أن يفسد إنسانا ويبيع له والتاني يعيط له يقول له طب ما معيش فلوس، يقول له طب هديك المرة دي الجرعة بشرط إنك تجيب لي واحد من زملائك. إذا فساد ابني يأتي من زميله وليس من التاجر. التاجر بيفسد من هو قد فسد بالفعل، لكن هو يريد المزيد والمزيد. فلا بد أن نتنبه لهذه النقطة. إذا أنا عشان أحمي ابني لابد أعرف مين صديق ابني، لأن هو الفساد يأتي من هذا الإنسان. هذا أولا. ثانيا، إيه هي العلامات اللي تدل بالنسبة لي إن أنا أعرف إن ابني فعلا تضرر من هذه المخدرات؟ أعرف منين؟ لابد إن أنا أراقب ما يحدث من تغيرات مع ابني أو في الشقة. هتقول لي في الشقة يعني إيه؟ يعني مثلا حاجة اختفت، شيء اختفى، ابني خده وباعه مثلا، فشيء اختفى. إذا أبدأ يلتفت نظري إلى ما يحدث من تغيرات داخل شقتي، أنا اللي مسؤول عن بيتي. إذا لابد أن أراقب. طيب جايز يجي ولي أمر يقول لي أنا ليل نهار بشتغل ومش فاضي أتابع العيال، كفاية إن أنا بموت في الشغل عشان أوفر له الفلوس عشان يتعلم أو ياكل او يشرب او ما الى ذلك. طب ما انت لو سبته مين اللي هيراقبه؟ اذا المسؤوليه الاولى عليك انت. انا في رايي الشخصي لو ولي الامر فرغ نفسه نصف الوقت او نصف اليوم وتفرغ لتربيه ولده في النصف الثاني من ذلك اليوم يبقى احسن مليون مره. لكن انا اروح اشتغل ليل نهار وسايب ابني يتصيده الاصدقاء ويفسدوه، تبقى تلك هي المضره التي يجب ان نحذرها. النقطه الاخرى ان انا بشترك انا والزوجه في تربيه الاولاد، مش انا لوحدي. فما يجيش واحد يقول لي انا ما بثقش في مراتي، انا لابد اراقب لوحدي. لا، ما ينفعش. لابد من تعاون الاب والام معا لحمايه الاولاد. فلا يكفي أن يكون الأب هو المراقب لأولاده، بل لابد أن تكون الأم أيضا. ثالثا، قد يسألني سائل يقول لي طب الحمل يقع على عاتق الأم أكثر أم على عاتق الأب؟ وهقول الأم أكثر، لأن الأم هي التي تتفرغ غالبا لتربية الأولاد. الأم هي التي تلاحظ أن في البيت تغيرا يحدث، إما هذا التغير إما أن يكون بنقصان مادة فأبدأ أراقب ابني، إما أن يكون بظهور بعض أدوات لم نكن معتادين عليها. إن تلاقي سرنجة في الأرض مرمية مثلا، مرمية، طب جت منين؟ لابد إن الأم تهتم بمثل هذه النقاط. كل هذه النقاط التي أتحدث عنها إنما نحن نبحث عن كيف نحمي أولادنا من الوقوع في الإدمان. طب قد يسألني سائل آخر يقول لي طب ابني وقع في الإدمان فاضطريت إن أنا أطرده. أقول له لا، ليس طرد الابن حلا لوقفه عن الإدمان، وإنما صار هذا الولد مثله مثل المريض
لابد أن أداويه، ولابد أن أتعرف على طرق علاجه، طرق مقاومته لما يحدث. من الذي أفسده؟ أبدأ أبعده عنه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ما الذي يحدث في الشقة؟ بدأت بعض حاجات تنقص بتتباع من الشقة، أبدأ أخد بالي، أبدأ أعالج الولد. طب أعالجه إزاي؟ روح للطبيب أو مركز علاج للإدمان سواء خاص أو عام وابدأ أعالجه. واحد يقول لي طب أنا ما معيش فلوس وعايز أعالج، أقول له المركز القومي للإدمان، وده موجود في شارع القصر العيني في القاهرة على سبيل المثال، ممكن النمرة المباشرة تتعامل مع المركز وتقول له كيف أعالج ولدي صار مريضا بالإدمان، كيف أعالجه؟ إذا الإدمان يا إخواننا لابد إن احنا نعرف إن هو مرض وليس شيئا عارضا يجب أن أتخلص منه، لا، ده يجب أن أواجه هذا الإبن بإن أنا أعالجه بالطرق الصحيحة. طيب النقطة اللي أخطر من كل اللي أنا قلته، إن أنا ممكن أعالج ابني في خلال عدة أيام كما قال زميلي الفاضل سعادة السفير، لكن أفاجئ أنه بعد أسبوع يعاود الإدمان مرة أخرى. إذا أنا لابد إن أنا ما أتوقفش، لابد أراعي إن أنا أبعده عن مصدر هذا الإدمان، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أحاول أحتويه. نمرة ثلاثة، أحاول أكون له صاحبا وليس أبا. لازم أكون له صاحب لابني عشان أحميه من الوقوع في الإدمان، أو من العودة إلى الإدمان، لأن الأخطر من الإدمان هو العود له. واحد يقول لي طب يعني إيه العود له؟ هقول له إنه يرجع يشرب من تاني وثالث وعاشر، لأن الإنسان لما بيقاد إلى الإدمان المرة الأولى بتضعف نفسه فيما بعد الثانية والثالثة والعاشرة، وعنده استعداد كل شوية يرجع. فأنا لابد إن أنا أحتويه وأفضل حوالين منه لغاية ما أضمن إني نجحت في إبعاد ولدي عن الإدمان. أنا قلت نقاط بسيطة وسريعة لأن أنا يهمني إن ولي الأمر يعرف إزاي يحمي ولده من الوقوع في الإدمان، فإذا ما وقع كيف أحول بينه وبين الاستمرار في الإدمان، ثم إذا أفلحت في إبعاده عن الإدمان كيف أحول بينه وبين العودة إلى الإدمان مرة أخرى، وهكذا. وطبعا أساتذة علم النفس موجودين، لكن الأهم منه هو المركز القومي للإدمان، وده موجود في القصر العيني بالنسبة للقاهرة، لأن أنا من القاهرة وبتعامل مع هذا المركز منذ سنوات طويلة. والأهم من ده كله إن أنا أشفق على أسرة المدمن وأدعو لهم بالقوة بالصلابة، بأن يعني يقف وقفة قوية مع ولده. لا تهاجم ولدك، لا تتهمه بأن قلة الأدب اللي كنت فيها يا ابني كذا ومش يا ابني، كل دي أشياء مرفوضة بالنسبة لولي الأمر. ولي الأمر يجب أن يتعامل بحنية بعقلانية مع ولده المدمن حتى يستطيع أن يبعده عن الإدمان. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا. في حاجه في علم النفس وفي عند التنميه البشريه اسمها التربيه بالحب. اوعى تقول لابنك يا فاشل، ابنك محتاج حضنك. عشان كده اوعى تقول له ده انت مجرم. الست اللي تقول لابنها انت مجرم هي اللي مجرمه. عايز اقول لكم بجد والله، اوعى تقول له ده انت فاشل، ده اخر يوم في عمرك. لا يا رب، لا زي الست اللي تذبح لجوزها القطه وتوري العين الحمراء. وارحب بالاستاذ الجميل عبد الواحد فرغلي اللي تعب معانا، استاذتنا الجميله حور الجنان، استاذ العسل الجميل السكر اللي انا بحبه جدا استاذ سيد العزب، دكتوره الجميله اسماء مشعل، دكتوره عليا الشيمي، وطبعا الاستاذ جمعه عبد العزيز شحاته، والاستاذه الصحفيه سهير يوسف. الان تعالوا بينا نرحب نروح عن قلوبنا شويه. اسال سؤال، انتوا جايين بالعقل ولا بالقلب؟ بالقلب. بالاثنين؟ تيجي عارفه يلا بقى. طيب هقول لكم الاجابه.